عمرك شفت السوق يكسر مستوى وتدخل صفقة بثقة وبعدها السعر يرجع يضرب لك ستوب؟ ده مش حظ، ده كسر كاذب. الكسر الحقيقي بيحصل لما السعر يعدي مستوى دعم أو مقاومة ويكمل بعدها بقوة في نفس الاتجاه. أما الكسر الكاذب فالسعر بيكسر المستوى مؤقتاً يخلي الناس تدخل غلط وبعدين يرجع بالعكس علشان يصطاد السيولة اللي كانت مستنية بدخول. الفرق الحقيقي في السلوك، الكسر الحقيقي بيجي مع حجم تداول عالي وشمعة قوية بتغلق بعد المستوى، والكسر الكاذب بيبقى مجرد ديل شمعة يخدعك. عشان تحمي نفسك استنى تأكيد بعد الكسر، إعادة اختبار للمستوى. لو السعر رجع اختبره ساعتها عندك كسر حقيقي. تابعني عشان في الحلقة الجاية من 60 ثانية من ذهب هتكشف سر قراية الشموع اليابانية اللي بتقولك نية السوق قبل ما يتحرك.